اضطر بائع للنقانق للانتقال إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى بإنجليز من أجل إخبار السلطات بانبعاث روائح كريهة من منزل يقطنه جندي فرنسي متقاعد والذي اختفى عن الأنظار منذ 5 أيام. وأمام هذه المعلومات انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، ويتقدمهم ولي أمن مراكش وبإشراف من النيابة العامة، حيث تم اقتحام المنزل الذي يتواجد بشارع المنصور الذهبي بحي جيليز، حيث تم العثور على جثة المهاجر الفرنسي متحللة وتنبعث منها روائح كريهة. وإلى ذلك تم نقل جثة الهالك البالغ من العمر 65 سنة إلى مستودع الأموات بباب دكالة قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات الوفاة الغامضة. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر لايك وترك تعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة لزاوي تي في وفعل زر الجرس.